لحمدي اللي بيعملها عرضية عشان رامي يحط الكرة في نفسه. اللقطة دي أنا جايبها عشان أأكد على كلامي إن منظومة دفاع النادي الأهلي أو منظومة ضغط النادي الأهلي كلام تاني. تتفق أو تختلف مع الحكم اللقطة دي طرد ولا لأ، ولكن الطرد ده نقطة تحول في المباراة بالنسبة للنادي الأهلي. ناوي رأي آخر. بعدها على طول ومن ضربة ركنية اتعملت جملة لحسين الشحات على طول اللي بيعمل عرضية ولا أحلى ولا أروع على دماغ رامي ربيعة اللي بيحطها في المرمى. بعدها على طول لما بنلاقي ان العرضيات شغاله بيحاول لعيب تنزل على طول على رجل جراديشار اللي بيحطها في المرمى. هنا امام عاشور اختار اصعب طريقه لتنفيذ ضربه الجزاء في الثواني الاخيره. طبعا هو عملها في المباراه اللي فاتت امام فاركو وجت، وكان ساعتها حراق ومشطشط وكل حاجه، حتى لما قلد الاحتفال بتاع زهير المترجي ساعتها الجماهير كانت حباه وحابه طريقه التنفيذ. لكن طبعا دلوقتي الجماهير هتقول لك انت ليه اخترت الطريقه دي في التنفيذ؟ كان ممكن تحطها في اي زاويه جامده على الارض عشان تخلص من الكره وتجيب ال3 بونت للنادي الاهلي. ولكن يا عزيزي هي دي كره القدم، يوم تعمل كره حلوه والجماهير تطلع بيك لسابع سما، ويوم تعمل كره وحشه والجماهير تنزل بيك لسابع ارض. توفيق للنادي الاهلي في اللي جاي ان شاء الله. مباراه نبني عليها كتير. كسبنا راديشار ومصطفى العش ورجعت من هزيمه 2-0 لتعادل 2-2، وكنت قريب جدا من انك كمان تفوز 3-2. توفيق للنادي الاهلي في اللي جاي. سلام.